ما تنساش تقرأ الكلام ده وتدعمني. من آلاف السنين في قلب الصحراء المصرية قامت حضارة من أعظم الحضارات اللي عرفها التاريخ، الحضارة المصرية القديمة. حضارة لحد النهاردة محدش قدر يفك كل أسرارها، ويمكن أكتر سر بيحيط بيها هو ما يعرف بيه لعنة الفراعنة. ناس كتير عبر القرون حكت إن في لعنة بتحمي مقابر الملوك والفراعنة من أي حد يحاول يقترب أو ينهب كنوزهم. الحكاية بدأت تنتشر بقوة لما تم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون سنة 1922، واللي وقتها مات عدد من الناس اللي شاركوا في الحفر والاكتشاف في ظروف غامضة. الصحف في العالم كله بدأت تتكلم عن لعنة الفراعنة، وقالوا إن كل من يزعج راحة الملك أو يفتح مقبرته لازم يواجه مصير مظلم. لكن الحقيقة العلماء بيقولوا إن أغلب الحوادث دي ممكن تكون بسبب فطريات أو بكتيريا قديمة محفوظة في جدران المقابر. وبرغم التفسير العلمي، لحد النهاردة في ناس مؤمنة إن اللعنة دي حقيقية ومش مجرد أسطورة. وقبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. ولما نسيب فكرة اللعنة ونبص على الآثار نفسها، هنلاقي إن الآثار المصرية مش مجرد مقابر وتماثيل، دي كنوز من أنواع مختلفة. عندنا آثار معمارية زي الأهرامات والمعابد، وآثار فنية زي التماثيل والنقوش اللي بتحكي قصص حياة الفراعنة والآلهة، وكمان آثار مادية زي الأدوات اليومية والحلي اللي كانوا بيستخدموها. كل قطعة من الآثار دي بتحكي جزء من قصة حضارة امتدت آلاف السنين. لكن السؤال اللي دايما بيشغل عقول الناس: مين بنى الأهرامات؟ في خيال ناس كتير اللي بنى الأهرامات عبيد اتسخروا عشان يشيلوا أحجار ضخمة تحت الجلد والسياط، لكن الحقيقة غير كده تماما. الدراسات الأثرية الحديثة أثبتت إن اللي بنى الأهرامات كانوا عمال مصريين مهرة، بيتعاملوا مع المشروع كأنه مشروع قومي، وكانوا بياخدوا أكل كويس، سكن، وحتى رعاية صحية لو اتصابوا. يعني هم نفسهم كانوا فخورين بأنهم جزء من بناء رمز خالد زي الأهرامات. طيب إزاي اتبنت الأهرامات؟ تخيل إنك بتتعامل مع ملايين الأحجار، بعضها بيوصل وزنه لطنين أو 3، ومع ذلك اتشالت وتركبت بدقة مذهلة. في نظريات كتير منهم اللي بيقول إن المصريين استخدموا منحدرات ضخمة بيتدحرج عليها الحجر لحد ما يوصل مكانه، وفي رأي تاني بيقول إنهم استخدموا نظام منحدرات داخلية ملتفة جوه جسم الهرم. ومهما كان الشكل النهائي، المؤكد إن المصريين القدماء كانت عندهم عبقرية هندسية خارقة تخليهم يحطوا كل حجر في مكانه بدقة، لدرجة إن الأهرامات لسه واقفة بعد آلاف السنين، متحدية الزمن والعواصف والزلازل. لكن السر الأكبر اللي بيخلي أي حد ينبهر هو فن التحنيط. الفراعنة كانوا شايفين إن الحياة ما بتنتهيش بالموت، وإن الروح لازم تلاقي الجسد محفوظ عشان تعيش في العالم الآخر. عشان كده طوروا عملية التحنيط لدرجة إنها بقت معجزة علمية. كانوا بيبدأوا باستخراج الأعضاء الداخلية ويحافظوا على القلب، أو أحيانا يستبدلوه بجوهرة، وبعدها يستخدموا أملاح النطرون لتجفيف الجسم، ويدهنوه بزيوت وعطور، وأخيراً يلففوه بلفائف الكتان بعناية شديدة. النتيجة إنك تلاقي مومياوات لحد النهاردة لسه محتفظة بملامحها وتفاصيلها الدقيقة بعد مرور آلاف السنين. ولو رجعنا نبص على الصورة الكبيرة هنلاقي إن الحضارة دي كلها اتبنت على إيمان عميق بالحياة والموت، وبإن الإنسان مش مجرد جسد لكنه كيان خالد. من لعنة الفراعنة اللي ناس لحد النهاردة بترتجف من سماع اسمها، لحد عبقرية بناء الأهرامات، مروراً بتحنيط الملوك علشان يعيشوا للأبد، كلها حلقات في قصة حضارة لسه بتحير العالم.